مؤخرا خرجوا واحد الفيديوهات، هذوك الفيديوهات اللي كيديروهم هاد الناس هادو حشومه عليهم. وانا كنت ديجا طرحت واحد السؤال في الانستغرام ديالي، قلت لكم واش بغيتو تعرفوا اكثر على هاد الشقق اللي كيتباعوا بالتقسيط وبدون ربا، والناس بغاو يعرفوا اكثر واكثر. المهم ما تنساوش هاد لا فيديو هادي تبارطاجيوها، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عندي. وان شاء الله ابتداء من هذا الفيديو هذا غادي نبداو ندير لكم فيديوهات اللي نوضحوا لكم فيها شي حوايج اللي خصكم تفهموهم، لان بزاف الناس ما فاهمينش. وانا خصوصا تنبغي نقيس هذوك الناس اللي شويه على قد الحال، واللي الفهمه اللي على قد الحال، وانا تنبغي نوصل لكم هذاك الشيء اللي فهمت انا. مؤخرا هاد الفيديوهات هادو اللي داروا واحد الضجه كبيره وكتلقاهم طالعين واحد النسبه عاليه، كتلقاهم طالعين نسبه المشاهده في تيك توك، في فيسبوك، في يوتيوب. ولكن هاد الفيديوهات هادو راه لا اساس لها من الصحه. الناس اللي تيديروا هاد الفيديو هادو الغرض ديالهم انهم يطلعوا نسبه المشاهده، ويطلعوا يطلعوا عدد لي زابوني، عدد المشتركين عندهم في القناه ديالهم. ولكن رمات هاد الفيديوهات هادو ما تيشرحوا فيهم حتى شي حاجه للناس. علاش؟ لانه هو تيقول لك شقه باغا تباع بالتقسيط بدون ربا، ولكن شنو هما لي ديطاي، شنو هما الحيتيات ديال كيفاش كتتم العمليه، كيفاش هاد البيع والشراء ما شارحينوش. دابا اعطيني عقلك وتبع معايا مزيان غير باش تفهم. انت سيدي، انت منعش عقاري، خديتي واحد الكريدي، بنيتي به واحد المجمع سكني او واحد الدار، شوف انت شنو بنيتي به، خديتي كريدي باش بنيتي الارض. انت باغي تبيع هذيك الدار والبنكات تتسالك، يعني انت ديك الدار ولا ديك ما غاديش تبيعها بالتقسيط. هنا خصك تفهم ان الفيديوهات راه ما عندهم حتى شي علاقه. هنا انت ما يمكنش ليك انت شاري باني بالكريدي، شاري الارض بالكريدي، البنك تتسال الكريدي، خاصك تعطي واحد القدر ديال الفلوس، وغادي تجي انت وغتجيب الناس وغتقول لهم فوالا غتعطيوني واحد 50 ولا 60%، وما تبقى غادي ندير لكم انا على اقساط شهريه على واحد المده. مثلا ابارطومون سيدي انت شرا ب 80 مليون، غيقول لك عطيني 50%، غادي تخلص ليه 40 مليون، و40 مليون الاخرى راه ما يقدرش المنعش العقاري يديرها معك على 10 سنين ولا 6 سنين، الا فات يقدر يوصل معك 5 سنين. يعني 40 الا قسمتي على 5 راه غادي تعطيك اسيدي 8 المليون وشي حاجه في العام. يعني واش انت قادر انك تادي 8 المليون ولا 10 المليون في العام الا دار معك 40 مليون على 4 سنين؟ الشقق كما كتعرفوا كيتباعوا بثلاثه طرق. الطريقه الاولى هي سيدي خصك تجيب الكاش، توجد فلوس النوطير، توجد فلوس السانديك ديالك، البرونشمون الموضه، وهادشي خصك دير ليه حسابه وتوكل على الله. الطريقه الثانيه هو انك كتمشي تدير كومبرومي دو فونت، كتدفعوا للبنكه، كتاخذ الكريدي، كتشري لابارطومون بالكريدي. الاولى الكاش، الثانيه الكريدي. الطريقه الثالثه واللي هي نادره وقليله، هي الا بقات لك واحد 5 ولا 6 مليون، هذاك المنعش عقاري تيدير معك واحد التسهيلات في الاداء تتكمل ليه. اما القضيه ديال شراء ابارطومون بالتقسيط وبدون ربا، هادشي انا غير خويو من راسكم. لان هادشي كتسول شحال من واحد كيقول لك انا لحد الان عييت ما نقلب ما لقيتش على هاد الطريقه هذه بالضبط، بالتقسيط وبدون ربا راه ما لقيتش. الحل الوحيد اللي عندك هو الكاش، ولا كتمشي كتشري بالكريدي، وانا تنفضل انكم تبعدوا من الكريدي، الله يسهل على كل واحد. والطريقه الثالثه كيف ما قلنا، واحد التسهيلات في الاداء الا بقات لك شي بركه كتبقى بينك وبينه. لان كنقول لهاد الناس الله يهديهم، ما تبقوش تلعبوا على الناس. الا دير شي حاجه مزيانه باش تشرح الناس وتوضح لهم، دير الله يسهل عليك. اما باش تبقى تقول لهم شقق بالتقسيط وبدون ربا، والناس دابا مؤخرا باغا تشري بدون ربا، ما هادشي ما خدامش. والله ولي التوفيق، والله يسر لكل واحد.